السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة هنراجع السترينج ونحل عليها شوية أسئلة. يلا بسم الله. السترينج السترينج يا باشا بتتعامل لك مع ايه؟ بتتعامل مع النصوص. حلو. فأول كود خالص لما كنا بنتكلم عن الداتا تايب، فأول كود خالص بيقول لك سي اوت هلو وورلد. حلو. فالكود ده انت بتحطه بين دبل كوتيشن، فالكلام اللي جوه ده كده يعتبر سترينج. تمام. اي كلام، اي نصوص، اي مثلا كاركتر معينه، شويه كاركتر معينه، فبنقول عليهم سترينج. فجي قال لك ان السترينج عباره عن array of character. array of character. طيب، زي الفل. عشان تستخدم السترينج بتحتاج مكتبه اسمها ايه؟ مكتبه سترينج هاش انكلود، وتعمل السترينج بتاعتك. عشان في فانكشن جوه السترينج انت محتاجها تسهل عليك الدنيا. طيب، ايه هي بقى الفانكشن اللي جوه مكتبه السترينج اللي احنا هنحتاجها؟ هقول لك عليها بس مش دلوقتي. تمام. خلينا نخش في ايه؟ ان احنا ازاي نعرف السترنج اصلا. تعريف السترنج. قال لك عندك 4 طرق انك تعرف السترنج. تقول string وتكتب اسم السترنج بتاعتك مثلا s1. حلو. وتديها value equal مثلا هاي. فانت كده عرفت string واديتها ايه؟ value. طب تاني طريقة انك تعرف السترنج string s2 وما تديهاش value. طب تالت طريقة انك تيجي تقول string مثلا s3 وتساويها مثلا بقيمة موجودة عندك زي s1. فكده s3 بقت برضه بتساوي ايه؟ hello او هاي. string دي رابع طريقة اهي كده. الأولى، التانية، التالتة، الرابعة. رابع طريقة بقى ايه؟ إن أنت تيجي تقول string s4. لو أنت هتكرر مثلا حرف معين، كاركتر معين، هتيجي تكتب عدد مرات التكرار هنا وليكن مثلا 4، وتكتب مثلا y هنا. هتعمل الواي بين ايه؟ سنجل كوت، لأن أنت بتكرر حرف. انما لو كلام والكلام ده فبتعمله بين دبل كوتيشن. طب تمام. تعمل سيمي كولن. كده المفروض هنا هيطبع ايه؟ لما اجي مثلا اطلب منه ان هو يطبع 4 واو. بس كده. فالجزء الاولاني عدد مرات التكرار. الجزء التاني الحاجة اللي انت هتكررها. كده احنا عرفنا السترينج. لو انا عندي مثلا كلمة زي هلو وورلد. هلو وورلد وفي ما بينهم مثلا سبيس. حلو. شيل الاي دي. هلو ما بينهم سبيس. ازاي بقى ادخل السترنج ديت؟ اول حاجه ان انت تدخلها بايه؟ السترنج ديت اسمها سترنج من نوع اس. ماشي. السترنج من النوع اس دي ايكوال اللي هو اللي بين ايه؟ الدبل كوتيشن. تعملها ازاي؟ تعملها بسي ان، صح كده؟ اللي في النص دي سبيس. ماشي. هتعملها ازاي بسي ان؟ سي ان الاس. شكرا كده. بعد كده سي اوت الايه؟ سي اوت الاس. زي الفل. كل اللي هيعمله هنا ايه؟ هيطبع لك ايه؟ هيطبع لك هلو. طب فين كلمة وورلد؟ مش هيطبعها ليه؟ السي ان بتقف عند أول سبيس تشوفها. أول سبيس بتشوفها كده خلاص بتقف عندها. حتى لو في كلام تاني بعد السبيس، لا هي خلاص بتقف على إيه؟ على أول سبيس. ماشي؟ يبقى السي ان بتقف على إيه؟ على أول سبيس بتشوفها. طب إيه الحل بقى؟ ما هو دي مشكلة، عايزين ليها حل. إيه الحل بقى؟ قال لك في حاجة اسمها جيت لاين. جيت لاين. جيت لاين دي بتاخد منك حاجتين. سي ان. أول حاجة سي ان. ماشي. تاني حاجة إيه؟ اسم السترنج اللي هو الاس. وتقفل القوس، تعمل سيمي كولون، وتدخل بقى اللي انت عايزه عادي.
عادي، ده بتشوف السبيس وبتكمل عادي. خلاص لما تيجي تعمل جيت لاين وبعد كده تعمل سي اوت، سي اوت الاس، خلاص هتلاقي الدنيا ايه، تمام. هيطبع لك الايه، الهلو، وهيطبع لك السبيس برضو كمان بالمرة، اللي هو الليد، وادي في النص ايه، في سبيس. بس كده. شوية الفانكشن دي بتسهل عليك الدنيا، اللي هو لو انا دلوقتي مثلا عندي كلمة هلو، حلو، سيبك من هلو، يوسف، ماشي، عشان يبقى كاركتر كتير، يوسف. فعايز اعرف مثلا عدد الكاركتر، فكل مرة هتيجي تروح تقوم عادد، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، لا طبعا مش كل مرة هتيجي تعمل القصة دي. طب لو عندك كلمة أطول، فبرضه هتقعد تعد كل ده؟ لا طبعا. قال لك بقى في شوية حاجات هتسهل عليك. فإيه شوية الحاجات؟ شوية فانكشن جاهزة هتعرفني حجم النص بتاعي. إيه هما الفانكشن الجاهزة اللي بتعرفك حجم النص؟ قال لك عندك حاجتين، حاجة اسمها لينس وحاجة اسمها سايز. إزاي بستدعي الفانكشن دي؟ لو أنا دلوقتي عندي string اس، حلو، وحاطط فيها القيمة اللي هي إيه، يوسف، بين دبل كوتيشن، أهي بين دبل كوتيشن، حلو. فدلوقتي انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعرف حجم الكلمة دي، هتعمل ايه؟ سي اوت، تكتب اسم السترنج اللي انت معرفها اللي هي اس دوت لينس، لينس في تي هنا قبل الاتش، تمام، وتعمل القوسين وتعمل ايه، سيمي كولون. كده هيجي هنا يقوم مطلع لك كام؟ 7، اللي هو عدد الحروف اللي احنا عديناها، ماشي. سي اوت اس دوت سايز، هيعمل لك نفس الكلام بالظبط، لينس وسايز بيعملوا نفس الحاجة. طيب في حاجة تانية عندي ما بتعرفنيش بقى حجم النص. لو انت دلوقتي عملت لي سترينج والسترينج دي فاضية، طب انا عايز اعرف السترينج دي فاضية ولا مليانة. فقال لك في فانكشن جاهزة تعرف لك الكلام ده، سي اوت اس دوت امبتي. امبتي بقى بتشوف لك ايه، بتشوف لك السترينج بتاعتك فاضية ولا مليانة. يبقى اللينس طول النص، امبتي بتشوفها فاضية ولا مليانة. حلو. لو السترينج بتاعتك فاضية، لو السترينج بتاعتك فاضية هيرجع لك واحد اللي هو ترو، حلو. طب لو السترنج بتاعتك بقى مش فاضية وفيها كلام زي يوسف، هترجع لك ايه، زيرو، اللي هي فولس. طب زي الفل، هي هترجع 1 وزيرو، مش هترجع لك ترو فولس، ماشي. طب في حاجة تانية، لو احنا دلوقتي عايزين نمسح أي حاجة في السترنج، ممكن نمسحها بإيه؟ سي أوت اس دوت كلير، وتعمل القوسين والسيمي كولون بتاعك. فانكشن كلير بقى بتعمل لك ايه؟ بتمسح كل النص اللي في السترنج، حلو. فلو مثلا جينا عملنا اول حاجه كلير، ماشي، احنا نفس المثال بالظبط، فجينا حطينا كلير دي قبل الامبتي، ماشي. فلما تيجي تحط كلير، هو عندك انت نص، فلما تيجي تحط كلير خلاص هيمسح لك النص ده، وتيجي بعد كده تعمل بالامبتي، فخلاص هتلاقي ان السترنج بتاعتك بقت فاضيه. طالما فاضيه هيرجع لك واحد. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان احنا ازاي ايه، نعرف حجم النص. طب لو انا عايز اعرف مثلا الحرف الأولاني مثلا وليكن الواي رقم كام في السترينج، فهتعمل إيه؟ قال لك عشان توصل الوصول لحرف، عشان توصل لحرف أنت عندك إيه؟ عندك طريقتين، إنك توصل بالإندكس، وليكن الحرف الأولاني فالإندكس بتاعه زيرو، فتقول اس دوت إيه؟ اس أوف زيرو، تعمل سيمي كولون، تمام؟ يا إما توصل بفانكشن جاهزة اسمها إيه؟ اسمها إيه؟
حلو أوي. وتكتب الاندكس بتاعك اللي هو مثلا 0، تعمل سيميكولون. طب لو أنا عايز أعرف أول حرف، بقول اس دوت فانكشن جاهزة اسمها فرونت. دي بتعرف لي إيه؟ بتعرف لي أول حرف، بتجيب لي أول حرف. طيب لو أنا دلوقتي عايز أجيب آخر حرف، اس دوت باك، تجيب الاندكس. تمام كده، كده عرفنا ازاي نوصل لحرف. نكمل يا باشا. ايه تاني عندنا؟ التعديل، ازاي ان انا اعدل على string. بص يا عم، التعديل عندك اول حاجة انك تضيف حاجة. بمعنى لو انا مثلا السترنج بتاعتي زي ما قلنا اسمها، السترنج بتاعتي string اس فيها يوسف، هعمل ايه بقى عشان انا اضيف عليها حاجة؟ وليكن عايز اضيف عليها كلمة، فهاجي اقول ان الاس دي ازود عليها كلمة مثلا كليفر. حلو. فانت كده عملت ايه؟ اضافه على السترينج. قال لك في فانكشن جاهزه بتعمل لي الكلام ده. ايه الفانكشن الجاهزه اللي بتعمل لي الكلام ده؟ اسمها ايه؟ append. append هي بتضيف لك الكلمه. append وبتعمل الاقواس بتاعتها كده، تكتب الكلمه اللي انت عايز تضيفها. وليكن مثلا ولد، اي كلمه، اي كلمه عموما بقى، وتعمل سيميكولون في الاخر. طيب لو انت عايز تضيف بس بداية من اندكس معين، يعني انا عايز اضيف، هي كده append ده هتضيف فين؟ هتضيف في الاخر، اضافه في الاخر. طب لو انت عايز تضيف بس مش عايز تضيف في الاخر، عايز تضيف بداية من اندكس معين، هتعمل ايه؟ هتيجي تقول اس دوت انسيرت. انسيرت بقى بتعمل لك ايه؟ اضافة بداية من اندكس معين، على حسب بقى انت عايز تضيف من اول فين. حلو. فمثلا تيجي تقول انسيرت 5، ماشي، اكس مثلا او ال. حلو قوي. وكده كل اللي هيجي يعمله ايه؟ هيجي من اول اندكس 5، يبدأ بقى يضيف، يبدأ الإضافة بتاعته من أول إندكس 5. طيب عندك حاجة تانية، اللي هو إيه؟ هتحذف بس مش زي كلير بقى. كلير بتحذف الكل، بتحذف كل اللي في المصفوفة. طيب لو إحنا عايزين نحذف بتحذف كل اللي في السترينج. طب لو إحنا عايزين نحذف بداية من إندكس معين، إريز بتعمل إيه؟ بتحذف بس إيه؟ بداية من إندكس معين، وليكن مثلا بداية من إندكس 4، احذف لي 3 حروف. يبقى هنا دي البداية، بداية الإندكس، وهنا عدد الحروف اللي هتتحذف. دي عدد الحروف اللي هتتحذف. في ريبليس. ريبليس بقى بتعمل ايه؟ اس دوت ريبليس. ريبليس برضو بتحذف بداية من اندكس معين، مثلا بداية من اندكس 4، وتديها عدد الحروف اللي انت هتحذفها، وليكن مثلا 2. ماشي، دي عدد الحروف اللي هتتحذف، والكلمة اللي انت عايز ايه تحطها مكان اللي انت هتحذفه، وليكن هو. فهو كده هيحذف لك بداية من اندكس 4 حرفين، ويحط مكانهم ايه؟ هو. ده كده اللي بتعمله ريبليس. حلو. طب لو انا عايز ابحث بقى عن عنصر، ابحث عن حروف معينه بتاع مش عارف ايه، اعملها ازاي؟ قال لك في فانكشن جاهزه اسمها ايه؟ find. find ديت بتبحث بداية من اندكس معين، بداية من اندكس معين. فمثلا لو انا كاتب هنا اس او مثلا، فيجي كلمه يوسف، ماشي، ولا مثلا خليها اس اس، فيجي يقعد يدور، ماشي، بيدور على الايه، اول ما يوصل للاس اس يجي يقول لك ايه؟
يجي يقول لك انا لقيت الاس، فيديك القيمة بتاعت اول اندكس. حلو. طيب عايزين ايه تاني؟ عايزين مثلا لو عايزين نبحث بس من العكس بقى. يعني دي كده بتبحث من الأول، بتبحث من الأول وبترجع لك الإندكس، البحث من الأول. طيب لو عايزين بقى نبحث من الآخر، رفاين. رفاين بتبحث بس من الآخر، يعني مثلا اس، فبتشوف لك الإندكس بس من الإيه؟ من الآخر. في حاجتين بقى، حاجتين أخر وخلاص كده، اللي هما إيه بقى؟ اللي هما تو أبر وتو لور. ماشي. تو أبر وتو لور، بس قبلهم تعالى بس نعرف حاجة واحدة. لو إحنا عايزين نقص جزء من النص، حلو، عايزين نقص جزء من النص، فنعملها ب... اسمها ايه دي؟ سبسترينج. سبسترينج دي بتقص لي جزء من النص. اول حاجه بتكتب الايه؟ الاندكس بتاعك وليكن 3 مثلا. ماشي. وتكتب ايه؟ عدد الحروف. حلو. عدد الحروف اللي انت عايز تقصها، ودي بدايه الاندكس. دي بدايه الاندكس، ودي عدد الحروف اللي انت عايز تقصها. طب زي الفل. ايه تاني معايا؟ عندي مقارنه، ان انا ممكن اقارن اقول s1 equal s2. s1 not equal s2، ده لو انا عايز اقارن اتنين سترينج ببعض. ممكن اقول s1 اصغر من s2، s1 اكبر من s2، s1 compare s2. دي فانكشن بقى جاهزة، بتقارن لك s1 ب s2. ماشي. وبترجع لك في الاخر يا اما true يا اما false. لو كلامك صح مثلا s1 مثلا بقيمة وانت بتقارنها بقيمة تانية، فلو كلامك فعلا صح فبتعمل ايه؟ ترجع لك true. لو كلامك غلط بترجع لك false اللي هو الزيرو. عايزين نحول بقى ايه؟ تحويل بين الحروف. عشان تحول من بين الحروف في مكتبة اسمها سي سي تايب. دي لازم ايه؟ تستدعيها الأول. حلو. عايز تحول عايز تحول مثلا حرف كابيتال. تحويل حرف كابيتال، فبتعمل ايه؟ تو ابر اس دوت تو ابر. ماشي. تيجي تعمل هنا اس ار، متعملش اس دوت ايه في الأول. تو ابر اس ايه؟ اس ار. حلو. كده تحول لك الايه؟ الحروف بتاعتك. تو لور، لو الحرف بتاعك سمول دي بتحول لك الحرف من سمول لكابيتال. ماشي. تو لور تعمل العكس، بتحول لك تحويل من كابيتال لسمول. بس كده يا عم. ده كده كل اللي في السترنج عندك. طيب في السترنج ما تقعدش بقى تهري كتير والكلام ده، لا، حل بس كتير، حل بس كتير. احفظ الفانكشن كل واحدة بتعمل ايه. خلاص الموضوع كده خلص كده تمام. بص يا عم، دلوقتي معانا برضو كود عشان لو لسه ما فهمتش. اول حاجه بتيجي تستخدم ايه؟ السي سترينج. مكتبة السي سترينج عشان تستخدم اي فانكشن انت عايزها. سي سي تايب ليه؟ عشان تستخدم التو ابر والتو لور. استنى بس نجيب القلم الايه، نغير اللون بتاع القلم. حلو. بعد كده عندي سترينج، عرفت سترينج اس. ماشي. كتبت فيها هلو وورلد. حلو. هلو وورلد دي كام حرف؟ تعالى نعد. هلو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة. حلو. في سبيس في النص يبقى واحد، زائد وولد كام حرف؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. ادي خمسة، يبقى كله 11. جه قال لك سي اوت ايه؟ اس دوت لينس. اس دوت لينس هيجيب لك ايه؟ طول السترنج. او مثلا اس دوت سايز، هي بتعمل نفس الكلام، فجاب لك طول السترنج كام؟ 11 اهو. زي الفل. بعد كده هو عايز يحول ايه؟ يحول اول حرف كابت، فعمل ايه؟ اس دوت زيرو. ماشي. تو ابر
وحط جوه ايه اس دوت زيرو. ماشي. بعد كده قال لك ايه ساوت الاس. فاول حاجه يعملها ايه، هيجي عند حرف الاتش، الحرف اللي الاندكس بتاعه زيرو هو الحرف الاول، يجي عند الحرف الاول يخلي الاتش ايه كابيتال زي ما انت شايف هنا اهو. طيب لو انا عايز احول كل الحروف كابيتال هعمل ايه؟ عشان احول كل الحروف كابيتال فبتيجي تعمل لوب تلف على كل الحروف. حلو. هنا عمل اس دوت لينس عشان ايه؟ يعرف السايز بتاع الحروف، يعرف عدد الحروف. تمام. قال لك ان الاي لو اصغر من عدد الحروف اقعد لف وقول لي ان الاس دوت اس اوف الاي ماشي تو اب، يعني خلي لي اي عنصر اول مره الاندكس بكام بزيرو. حلو. هيجي عند اول عنصر اللي هو الاتش ماشي يخليه تو اب. بعد كده يروح يزود الاي واحد. حلو. فالواحد اصغر من ال 11 او الواحد اصغر من 11 هيجي يعمل ايه اس دوت ابر ويخلي الايه، يخلي الاي كابيتال. بعد كده ال وهكذا لغايه الاخر. فبص عمل كله ابر كيس اهو. حلو. ولا تتبع الاس فعمل كله ابر كيس اهو. قال له ولد كلها ابر كيس اهي. طيب تو لور، قال لك لو عندي حرف كابيتال خليه سمول، طب لو هو سمول خليه برضه سمول. فبيعمل برضه لوب تلف تعمل نفس القصه الحزينه تاني. حلو. طب الاضافه، تعال نبص على الاضافه. هنا بص عمل لك كله هلو ولد ايه، كلها سمول اهي. تعال نبص على الاضافه. append، جه عمل اس بلس ايكوال ايه هلو، يعني يعتبر بالظبط قام جاي ايه هلو وورلد وقام جاي ضايف عليها هلو. فبص هنا هلو وورلد قام جاي ضايف ايه هلو. خلي بالك هو في سبيس في الاول هنا قبل هلو فاتحطت برضه. تمام. فركز ان السبيس بتتعدى عادي. بس كده يا عم. تعالى كده يا نجم نكمل شوية برضو فانكشن جاهزة عن الايه من السترينج. اس دوت فايند، اس دوت فايند هي بتجيب لك ايه، بتجيب لك الاندكس بتاع الكلمه اول، يعني اول ما يشوف الكلمه يجيب لك الاندكس بتاع اول حرف فيها. حلو. وليكن مثلا هلو، هلو الاندكس بتاع الاتش كام زيرو. اول ما بيشوف الزيرو بص يجي يقول لك ايه، اول ما بيشوف الاتش اول ما بيشوف اول حرف في الكلمه بيجي يرجع لك الاندكس. فيرست فايند هلو ات اندكس ايه زيرو اهو. حلو. اللاست فايند الهلو اخر ظهور للهلو بيعمل ايه، هو احنا مش كنا قايلين هلو وولد الكود اللي فات هلو وولد، بعد كده لما جينا عملنا الاضافه فاتعملت هلو تاني. حلو. اتعملت هلو تاني. طيب هو لما بيحصل تعديل في السترينج بيفضل التعديل مكمل معاك في باقي الكود عموما، يعني خلاص هو حصل تعديل في السترينج فبيفضل مكمل معاك في ايه في باقي الكود. حلو. تعال نبص كده. هلو بيجي بقى يمشي ازاي، ادي زيرو واحد اتنين تلاتة أربعة. هو شاف هلو بس لأ هيفضل ماشي للآخر، يمشي لآخر الكلمة. لو شاف هلو تاني ممكن يكون في هلو تالت على حسب بقى، في مثلا مسافة فيعمل ايه خمسة. ادي ست، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة عند المسافة. تعالى نمسح كده مش تبان اهو. هلو ماشي ولد هلو. حلو. ادي زيرو واحد اتنين تلاتة، زيرو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عند الاتش ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، مسافة يبقى حداشر. الأول اتش أهي اتناشر. هل في هلو تاني؟ لأ، فبيرجع لك خلاص إيه آخر ظهور لكلمة هلو عند إندكس اتناشر. حلو. بعد كده عندي الإيه السبسترينج. السبسترينج قول لي يا باشا أنت هتحذف بداية من إندكس كام. فهتقول له مثلا أنا هحذف بداية من إندكس كام، من إندكس زيرو. حلو. بص لي من أول إندكس زيرو هتقص كام حرف، خمس حروف. دي عدد الحروف اللي هتتحذف، خمسة عدد الحروف اللي هتتحذف. ده بالصفر بداية الحذف هيكون منين؟ فجاي من عند اندكس زيرو شيل لي يا باشا أول خمس إيه؟ أول خمس حروف. أدي زيرو ماشي، ده بداية الاندكس. شيل لي أدي أول حرف، تاني حرف، تالت حرف، رابع حرف، خامس حرف.
ماشي. هيجي يشيل لي كام؟ ادي ال H وال E وال L وال L وال O، كده شل الخمس حروف اهو. طب زي الفل. تعالى اعمل لي ريبليس. هيعمل بقى ريبليس، قول لي بداية من اندكس كام؟ فقلت له بداية من اندكس 6. اول حاجة الاندكس اهي. ماشي. هتعمل ريبليس، هتيجي تحذف كام حرف؟ هحذف 5 حروف. بداية من اندكس 6. اندكس 6 اللي هو اوله الدبليو. تحذف كام حرف؟ 5 حروف. تيجي تشيل الدبليو والاو والار والال والدي. حلو. ادي كده كام حرف؟ 1 2 3 4 5. تيجي تشيل 5 حروف اللي هي كلمة وورلد، وتحط لي مكانها ايه؟ سي بلس بلس. فتيجي هنا تحط سي بلس بلس، يبقى هلو سي بلس بلس. هلو اهو. حلو. بص يا عم، عندك سترينج اسمها تي فيها هلو سي بلس بلس. ماشي. قلت لك اس دوت كومبير. اول حاجة اصلا عشان طالما هتستخدم الكومبير فبتقارن حاجتين مع بعض. هي الكومبير اصلا بتشتغل ازاي؟ بتقارن حرف حرف حسب الاسكي كود بتاع كل حرف. طب زي الفل. لو مثلا الاس 1 فعلا اكبر من الاس 2 فبيرجع لك موجب. موجب يعني ايه؟ يعني رقم اكبر من الصفر. طب لو الاس 1 اصغر من الاس 2 هيرجع لك سالب، يعني اصغر من الصفر. حلو. طب لو الاس 1 بتساوي الاس 2 هيرجع لك زيرو. عشان تيجي تقارن بقى، يعني عشان تيجي تقارن وتقول له الكلام دوت، عايز تقول له اس 1 اكبر من اس 2، فانت بالفانكشن مش هتعرف تقول له الكلام ده. فبنقارن بايه؟ اللي هو موجب وصفر وسالب والكلام ده. ففي اول مره لو انا عايز اقول له لو الرقمين متساويين فبتقول له ايكوال الزيرو. ايكوال الزيرو انت بتقول له لو الاس دوت كومبير تي ايكوال الزيرو، يعني لو هما متساويين. حلو. هو لو هما متساويين هيديك زيرو. طب لو هما بيساوي زيرو، لو انت بتسأله هما بيساوي زيرو، يعني لو هما متساويين فخلاص. لو هما متساويين هيديك ايه؟ طب اس دوت كومبير اكبر من الزيرو. انت كده برضو بتسأله هل اس 1 اكبر من الاس 2؟ ال اف لو الاس 1 اكبر من الاس 2 بتطبع لي اس بيجر ذان التي. طب تعالى نشوف بيقارن ازاي. هي اخر قيمة اللي عندنا ايه؟ اخر قيمة عندنا هلو سي بلس بلس هلو. ماشي. والقيمة التانية اللي هي اللي احنا بنقارن بيها، بنقارن عليها يعني هلو سي بلس بلس. فهتلاقي ان الاولانية اكبر من التانية، الاس اكبر من التي. ليه؟ هيقارن الاتش بالاتش، الاي بالاي، ال بالال، الاو بالاو، سبيس بسبيس، سي بلس بلس. ماشي. هيلاقي ان لسه في كلام هنا وهنا مفيش حاجة. الاسك كود بتاع الكلام هيكون اكتر من الايه، من باقي من الفراغ اللي موجود. خلاص مفيش حاجة تاني. تمام. طب لو الكلام ده غلط، يعني لو الالس اف ده غلط هيخش على الالس اللي بعدها. رب تكون فهمت حتة الكومبير تاني. ماشي. الإليز بقى بتعمل إيه؟ بتمسح. تمسح بداية من إندكس كام؟ زيرو. تمسح كام عنصر؟ 5. حلو. فهتيجي هتشيل ال H اللي هنا، وتشيل ال E وتشيل ال L وتشيل ال L وتشيل ال O. شالت الأول 5 حروف أهو. تمام. بداية من إندكس زيرو شالت أول 5 حروف. طب في سبيس بعد كده هتشيلها؟ لا مش هتشيلها. هتسيب السبيس عادي أهي. ماشي. وتطبع سي بلس بلس هلو. بس كده يا عم. كده دي السترنج كلها. يا رب أكون مطولتش عليكم في مراجعة السترنج. تعالى كده نحل شوية أسئلة اختر عن السترنج. أول سؤال بيقول لك إيه؟ string constant should be enclosed between إيه؟ single quotes ولا double quotes ولا A and B؟ لا double quotes. السترنج بتكون بالدبل quotation. حلو. تعالى نخش على السؤال اللي بعده. قال لك the following statement is correct string str.compare. طب أنت عملت لي دوت compare زي الفل. أنت بتقارنها بإيه؟ ما قلتليش بتقارنها بسترنج 2 ولا بتقارنها بتي ولا بتقارنها بإف. طب أنت ما قلتليش أنت بتقارنها بإيه؟ يبقى الإجابة نو. تمام. The following C++ segment is correct. string s معرف string من نوع s. نوع s ايه؟ string اسمها s get line cn وبعد كده ال s. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا صح عادي. ودخل السترنج ب get line، إيه المشكلة؟ The following C++ segment is correct. بص يا عم، عمل string اسمها اس جيت لاين سي اوت. لا ما ينفعش سي اوت، هنا بتكون سي ان. لو سي ان تبقى صح، انما سي اوت لا غلط. الاجابه نو، مش كوريكت. بس كده. تعالى نحل ايه
fix the error. يلا بسم الله. أول سؤال string str1. تمام. هو مش عامل يساوي، فلو ما عملهاش عادي مفيش مشكلة، بس الفكرة كلها في إيه؟ إن أنت تحط السترنج بين دبل كوتيشن. حطها لي كده بين دبل كوتيشن، ده كده أول غلطة. تاني غلطة، السترنج اللي تحتها مش بين دبل كوتيشن، حطها بين دبل كوتيشن. حلو. ازاي تضرب سترنج في سترنج؟ هو انت كل اللي انت ليك تعمله ان انت ايه، تجمع سترنج على سترنج، انما تضرب ازاي دي؟ بس كده صلحنا اول كود. هنخش على الكود اللي بعده string str. ماشي. طبعا حاططها بين ايه؟ بين سنجل كود، لا بتتحط بين دبل كوتيشن. حلو. عايز string دوت اد. string دوت اد زيرو والزيرو. مينفعش زيرو والزيرو دي. ايه زيرو والزيرو؟ لا انت بتجيبها لي من اول ايه؟ من اول زيرو. بس مينفعش حاجة اسمها زيرو والزيرو دي. تعالى السؤال اللي بعده. قال لك string str hello world. لا طبعا شيل كده السنجل كوت. ماشي. وحط دبل كوتيشن. اي سترينج بتكون بين دبل كوتيشن. اس تي ار هو عايز يوصل لحرف في السترينج. ماشي. فبتوصل بالاندكس، فبتوصل بمرة واحدة، يعني مينفعش اتنين ايه، سترينج اوف الزيرو وفي الزيرو برضو، لا هي حاجة واحدة بس. سترينج اوف الزيرو خلصنا. بس كده. واد برضو بتعمل نفس الكلام، هي بتوصل لحرف، بس برضو حاجة واحدة، ما ينفعش تحط لي فيها كذا حاجة. هنا سترينج اس تي ار حاطط لي فيها ايه؟ 3 بي. حلو. string دوت لينس، انت ما ينفعش تحط لي رقم، انت عايز اللينس. حلو. فانت بتحط لي رقم ليه اصلا؟ انت عايز اللينس بتاع الحاجه، فانت حاطط لي رقمها ليه اصلا؟ وبعدين الرقم ده غلط، فجوه اللينس ما بتحطش ايه، ما بتحطش رقم. حلو. عندك string str str1 وحاطط لك 3 ايه جواها. 3 ايه اللي جوه دول بيتحطوا بين برضه دبل كوتيشن. عارف لو حرف واحد سنجل كوت ماشي، انما 3 حروف بين دبل كوتيشن. حلو. string دوت سب string. خلاص انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل سب string. هتدخل اندكس من اول اندكس زيرو. بعد كده دخل العدد الحروف اللي هتتحذف، وليكن 3. بعد كده حط الكلمة اللي انت هتحطها مكانها، مثلا اس اس اس. بس كده. شوف سؤال 6 string str2. قال لك انت ال a بتساوي string 1 دوت empty. بص string 1 دوت empty. خلاص انت بتحطش برضو حاجة جوه الامبتي. خلاص كده تحط هنا سيمي كولون برضو. تمام. مش محطوط، وهنا سيمي كولون برضو. اي سيمي كولون تنساها ايه. طب شوف لو فوق نسينا حاجة كده. لا كله تمام فوق. ماشي. انت ال a بتساوي str دوت empty. تمام. هو كده بيقول لك لو السترنج بتاعتك str1 فاضية. حلو. سي اوت ال a. تمام. خليها بقى str2، عشان انت اصلا اللي عندك اللي متعرفة str2. str2 دوت empty. هي str2 دوت empty. اللهم صل على النبي. فاضية ولا مش فاضية؟ هي فعلا فاضية، طالما فاضية اللي هي تبقى بإيه؟ بواحد بس كده. سؤال 7 يقول لك string str1. عامل لك إيه؟ الهلو بين دبل كوتيشن. مفيش مشكلة، حط الورلد بين إيه؟ بين دبل كوتيشن. أدي الورلد أهي بين دبل كوتيشن. str دوت آد، حط أي رقم مثلا وليكن زيرو عشان توصل للحرف. str دوت كومبير str2. كله تمام كده. كده ما عندكش أي مشكلة، أنت كده بتقارن. حلو. شيل السبعة اللي هنا دي. آخر سؤال معانا string str. فحطيت لك بين سنجل كوت، لأ بتتحط بين دبل كوتيشن. ماشي. عايز السايز ما بتحطش رقم هنا. بس كده يا عم. يلا نخش نحل أسئلة كده على إيه find the output على السترينج. أول سؤال معانا إيه، عامل سترينج اسمها إيه str، ومديها قيمة اللي هي إيه faculty of science. حلو. فتعالى نعد كده faculty of science ده كام حرف. ماشي. يلا. ادي واحد. تعالى. واحد اتنين تلاتة أربعة. ماشي. خمسة ستة سبعة. فكرتي دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. ماشي. سايب سبيس دي 8 أوف 9 10. سبيس تانية 11 12 13. ماشي. 14 15 16 17 18. كلها كام حرف؟ 18 حرف. حلو أوي. تعالى نجيب إيه سي أوت
str.length، فالمفروض يجيب لك ايه 18. طب str.size يجيب لك ايه 18. ماشي، هو هنا اللي تحت برضو شغالة، كومنت قال لك ايه 18 و18 بس كده. تعالى نعمل لده كومنت ونخش على بعض. السؤال اللي بعده هاش انكلود ستريم مكتبة الستريم، عامل str كمبيوتر ساينس. تعالى نعد حروفها، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام، وسبيس ادي 9 10 11 12 13 14 15 16. حلو أوي. string str2 ماشي سايبها فاضية. قالك str1 ماشي دوت empty. هل str1 فاضية؟ لو str1 فاضية هيعمل ايه؟ لو str1 فاضية هيقوم مرجع لك true اللي هو واحد. طب لو مش فاضية هيرجع لك false. هي كده فاضية ولا مش فاضية؟ مش فاضية، فيرجع لك ايه؟ هو بيسألك هي فاضية هتقول له لأ ماشي، هيرجع لك false اللي هي زيرو. تمام. str2 هي اللي فاضية، فاضية، فهيرجع لك ايه true. تعال نرن. رجع لك ايه زيرو بعد كده 1. بص يا عم، خش على سؤال 27. سؤال 27 عامل string اسمها str ماشي. هو هنا لو عمل يساوي عادي، طب ما عملش يساوي برضو عادي. تمام. في السترنج فاسمها mathematical. mathematical دي كام حرف؟ لو بصيت هتلاقيها 11 حرف. تمام. عد انت مع نفسك هتلاقيها 11 حرف. قالك str دوت at index كام زيرو. هو بيشوف ايه str at وبيشوف الاندكس ايه بتاع اول حاجة. قالك الاندكس زيرو يعني العنصر الايه العنصر الاول او الحرف الاول اللي هو الام. تمام. بعد كده سبيس قالك str وفي الخمسة، فهيشوف الاندكس خمسة. تعال نشوف الاندكس خمسة. الاندكس خمسة يعني العنصر السادس. ادي الام وادي الاي وادي التي وادي الاتش، ادي كده اول اربعة. خمسة اي 6 ام، فهيديني ام برضو. تمام. ويعمل سبيس. قالك ايه str ماشي دوت ات str دوت لينس ناقص واحد. واللينس قلنا كام؟ اللينس قلنا 11. يبقى أول مرة عشان منتوش أول مرة هيطبع ام. تمام. وتاني مرة، تاني مرة برضه هيطبع ايه هيطبع ام. والمرة الأخيرة str دوت لينس ناقص واحد. str دوت لينس قلنا 11، اللينس بكام ب11. 11 ناقص واحد 10. حلو. فهو عايز str دوت ايه دوت ات وفي العشرة يعني الحرف ال11. تعال نشوف الحرف ال11 يعني. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 اللي هو الاس. هيطلع لك ايه اس. تعال رن اس. الدنيا لذيذة يعني في السترينج متقلقش. ماشي. تعال. سؤال 28 بيقول لك ايه عامل سترينج str ماشي اسمها hello. السترينج التانية str وعاملها بالاي hello بس بالاي. تمام ماشي. فأول حاجة اعملها ايه سي اوت str دوت compare str2. هو بيقارن ازاي؟ بيقارن ال h بال h. بعد كده يشوف في الاسكي كود ايه اللي اكبر الاي ولا الاي. هيلاقي ان الاسكي كود بتاع الاي اكبر من الاي. تمام. فخلاص ساعتها كده بالنسبة له السترينج الاولانية اكبر من التانية. تمام. هو بيمشي كده حرف حرف يشوف الاسكي. الاسكي بتاع الاتش هو الاتش. لو الاسكي كود بتاع الاي اكبر من الاي فخلاص كده بقت السترنج الاولانيه اكبر من التانية. تمام. فطالما اكبر السترنج الاولى اكبر من التانية ساعتها بيعمل ايه بيرجع لك عدد موجب. طب لو بيساوي بعض هيرجع لك ايه هيرجع لك صفر. طب لو اصغر من بعض يعني على كده نجرب كل الاحتمالات. هو هنا ايه الاولى اكبر من التانية فيرجع لك عدد موجب. هيرجع كام؟ هيرجع واحد. حلو. طب لو احنا عكسنا خلينا هنا في مثلا ال A وهنا في مثلا ال E. حلو. يرجع ايه؟ يرجع عدد سالب، فرجع لك سالب واحد. حلو. طب لو احنا خليناهم زي بعض بالظبط يرجع ايه؟ يرجع لك
0 اهو. بس كده، هي ديت الكومبير. بص يا عم، السؤال ده عندي string str1 هلو، بقى كده سبيس string تانية اسمها str2 فيها كلمة وورلد. قلت لك إن str1 بلس equal str2، يعني str1 هتروح تزود عليها إيه str2. حلو، قلت لك cout str2. لو أنت مش مركز، يعني لو أنت مش مركز فهتقول إيه str2 يعني هلو زائد وورلد. أنا بقول لك str2 هو اللي زادت إيه str1 بقت هلو وورلد، إنما str2 هي زي ما هي وورلد فتتبع إيه وورلد. طب لو str1 اللي عايزها فتتبع إيه، تبقى هلو وورلد عادي. بس كده. تعال نخش على السؤال اللي بعده. سؤال 30. سؤال 30 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندي string اسمها str فيها 2a و2 b و2 c زي الفل. قلت لك ايه cout str دوت at وكتبت لك 3. 3 ده اللي هو الايه الاندكس. تعال نشوف اندكس 3 ده اني ايه، اني واحد. اول حاجة 0 ماشي، 1 2 3. عند 3 هو عندك ايه، ادي 0 1 2 3 البي. تمام. اس تي ار 2 0 ماشي، 0 1 2 عند البي برضه. بعد كده سبيس اس تي ار دوت ات اس تي ار دوت لينس ناقص 1. هو اللينس اصلا هيجيب لك ايه، اللينس هيعد الحروف كلها. ادي ايه 2 a و2 b و2 c، فاللينس بتاعك هيبقى 6 ماشي. وعايز 6 ناقص 5، 6 ناقص 1 يديله 5. حلو، فهو عايز ال str دوت ايه دوت ات الخمسة. الخمسة فبالنسبة لك ايه، ادي 0 1 2 3 4 5. 5 بالنسبة لك هو آخر عنصر. حلو، لأن احنا في العد بتاع السترنج، احنا لما نيجي نعد السترنج باللينس هو بيعد عدد الحروف، ما بيعدش بالاندكس. تمام. بس لما انت بتيجي توصل لحرف فبتقول له 2، الاتنين دي الاندكس. طب 3، التلاتة دي الاندكس. اي حاجه جوه الاد بتكون الاندكس، اي حاجه جوه مثلا الاوف بتكون الاندكس. تمام. انما لما بتقول له دوت لينس فانت بتجيب له عدد الايه، عدد الكاركتر كلها. فبتبدا عد من واحد، فبتقول الايه الاولانيه دي رقم واحد، الايه التانيه رقم اتنين. طب لما بتبدا بالاندكس انت بتبدا من الزيرو. بس كده. فهو هنا عايز str دوت ات، فهيبقى كده اول حاجه زي ما قلنا بي، تاني حاجه بي، اخر حاجه ايه سي، اللي هو اخر حرف يعني بي بي سي. زي الفل. تعال نشوف اللي بعده كده. السؤال اللي بعده عامل لي برضو string str1 وكاتب لي فيها hello. قال لك str دوت at ماشي الزيرو. هتجيب اول عنصر، اول حرف، اول كاركتر اللي هو ايه ال h. طيب في الاتنين لما اجي اطلب منك str دوت at الاتنين، ادي 0 1 2، هتجيب ال l يبقى h و l وخلص الموضوع. ادي h وادي l وخلص الموضوع. سؤال 32 بيقول لك ايه، سترينج مديك سترينج اسمها هلو وورلد. تمام. هلو عامل فاصلة وبعد كده عامل سبيس وكاتب وورلد. طب زي الفل. بعد ما عامل السترينج دي قال لك سي اوت ايه اس تي ار دوت ايه سب سترينج. حلو، سب سترينج من اول كام، من اول الاتنين لغاية الستة. فتعالى نشوف من اول الاتنين. من اول الاتنين الاتش رقم 0، الاي رقم 1، ال اول ال رقم 2. فهيبدأ يشيل من اول رقم 2 ست حروف. يعني هيشيل من اول هنا كده ال دي وال دي ادي كده 3 حروف. حلو. يشيل السيمي كولون ادي الرابعة، السبيس ادي الخامسة، الاتش خمسة ادي 6. حلو، فده اللي هيظهر لك لما تيجي ترن الكود. هتلاقيه ظهر لك ال او سيمي كولون سبيس دبليو. هو بيقص لك من اول الاندكس اللي انت عايزه، الاندكس اللي انت عايزه بيكون معاك، يعني انت بتبدأ من عنده فبتاخده معاك. هو بدأ ال ماشي او، بعد كده السيمي كولون السبيس الدبليو. السؤال اللي بعده برضه نفس الفكرة. تعال نبص عليه. السؤال اللي بعده
ادي يا عم ايه string str hello، بعد كده سيمي كولون، بعد كده كوما، بعد كده سبيس. قال لك هنبدأ نقص من أول فين؟ من أول الواحد اللي هو الإي لغاية الإيه؟ لغاية 5. فهيقص الإي والإل والإل، دي كده 3، الأو 4، السيمي كولون 5. السبيس الأخيرة ملوش دعوة بيها، هيقص لغاية هنا كده، هيقص الحتة دي. تعال نشوف. قص لك الإي والإي والإل والأو والسيمي كولون. شكرا. تعالى يا باشا نشوف سؤال 34 بيقول إيه. سؤال 34 عندي string اسمها str فيها A و A و B و B و C و C. هيقص من أول إيه؟ إندكس واحد. إندكس واحد اللي هو تاني حرف اللي هو حرف ال A التاني. تمام؟ هيقص كام حرف؟ 5 حروف اللي هو ال A وال B وال B وال C وال C. تعال run. A B B C C زي الفل. تعال نعمل ده كومنت ونشوف الكود اللي بعده. سؤال 35. سؤال 35 فكرته بقى مهمة. إيه فكرته؟ أقول لك يا عم دلوقتي. اللي بس بتاع دي. بص يا عم، دلوقتي انا عندي مكتبه اللي انا بستخدمها ايه string. حلو. فعملت string str a b c d e. حلو. السترنج دوت ايه دوت ريبليس. ماشي. فريبليس ايه بتاخد منك اول اندكس اللي هو البدايه. تمام. تاخد منك عدد الحروف اللي انت هتحذفها. ماشي. وهتحط مكانها ايه. فاحنا بنقول له عند الاندكس رقم 0 احذف لي حرفين. هيحذف ال A وال B دول كده الحرفين، وحط مكانهم اتش و اتش. حلو. سيبك من اللي بعدها دي. فالمفروض يعمل ايه؟ يجي يشيل ال A وال B ويحط مكانهم ايه؟ اتش و اتش. تعال نشوف. شال ال A وال B وحطوا اتش و اتش سي دي اي. طب زي الفل. بص بقى التانية بقى ايه؟ هو ما عملش str دوت ريبليس، عمل ريبليس بس. حلو. حط 4 قيم. سيبك من اللي جوه دي فانكشن تانية مش مهم. ماشي. ودي فانكشن وديت ايه؟ قيمة وقيمة. هنا حط 4 قيم، بيحط ايه البداية بتاعته والنهاية بتاعته والقيمة القديمة اللي عايز يبدلها، ويحط القيمة الجديدة اللي عايز ايه يبدلها. الكلام ده كله الكلام ده كله ملوش علاقة بالسترينج، ليه علاقة بالايه؟ بمكتبة اسمها الجوريزم. حلو. هو بياخد منك ايه البداية str دوت begin زي str دوت front كده، فبياخد منك البداية اللي هي هنا مثلا ايه 0. حلو. وبياخد مثلا النهاية. شوف النهاية عند اندكس كام. ادي 0 1 2. بعد مش النهاية بالظبط بقى، ده نهاية السترنج خالص. تمام. لأن احنا لما كنا بنيجي نعمل دوت لينس والكلام دوت بنعمل البتاع ده. يعني احنا لما كنا بنيجي نعمل دوت لينس فكنا بنطرح واحد، لا هو هنا ايه str دوت end فبيجيب له النهاية. حلو. فكده عرف البداية والنهاية فهيعدي على كل الحروف. ماشي. وهيبدل رقم واحد لو في رقم واحد هيبدله بالايه بالستار. هنا بتحط القيمة القديمة اللي عندك اللي انت عايز تبدلها. طب هنا مفيش رقم واحد، خليها يا عم مثلا لو في عندي مثلا سي. لو عندي سي بدلها لي بالستار. فيخش هيعدي على الايه البي السي هيبدلها بالايه بالستار. تمام. ويعدي على الدي والاي. حلو. تعالى كده نعمل ايه. نعمل ده كومنت ونشوف. اي بي ستار دي اي. طيب لو خليناها مثلا حاجة مش موجودة زي الواحد، هو هيعدي لو لقى رقم واحد هيشيله ويحط ستار. طب ما لقاش، يعني لو هو ما لقاش هيعمل ايه؟ عادي هينزل الكلام زي ما هو. بس فرق ما بين الريبليس اللي في مكتبة الجوريزم بتاخد منك 4 بارامتر اللي هو البداية والنهاية والقيمة القديمة والقيمة اللي انت عايز ايه تعدلها مكان القيمة القديمة. حلو. واللي في السترنج بقى هي بتاخد منك 3 حاجات بس. القيمة القديمة الاندكس البداية بتاعتك. ماشي. وشوف انت عايز تحذف كام كاركتر، عدد الحروف اللي انت عايز تحذفها وعايز تحط مكانهم ايه. تمام. مبيقولكش بقى القيمة القديمة والقيمة الجديدة. وهنا بياخد منك البداية بتاعتك، بداية هتبدأ تعزف منين. ماشي. وعدد الحروف اللي هتتحذف اللي هما 2، وهتبدلهم بإيه، هتحط مكان الحروف اللي هتتحذف دي إيه. بس كده. هنا دبل كوتيشن، هنا سنجل كوت.
تمام. افرق ما بين دي ودي وبالله عليك. بس يعني تعالى نشوف كده. تعالى كده نبص على سؤال ايه 36. سؤال 36 هو بيقول لك ايه insert function insert كانت بتعمل ايه؟ كانت بتاخد مني اتنين بارامتر. اول بارامتر اللي هو بداية الايه؟ بداية الاندكس. وكانت بتعمل ايه؟ كانت بتضيف عنصر. تمام. كانت بتضيف بداية من اندكس معين، فبتضيف بداية من اندكس 3. فتعالى نشوف بداية من اندكس 3 فين. ادي اتش اندكس 0، البي الاولانية اندكس 1، البي التانية اندكس 2. ماشي. من بعد اندكس 2 هو اندكس 3. يعني ما بتجيش هنا تقول لي اصل البي التالتة دي هي ديت اندكس 3. لا، هو من بعد اندكس 2 بالظبط بيبدأ يضيف. فهيبدأ يضيف اس من بعد اندكس 2. هيبقى الشكل كده زي ما انت شايف. تعال نبص عليها كده. نعملها كده ايه كومنت. اتش ماشي، ده اندكس ايه 0، بي اندكس 1، بي اندكس 2. من بعد اندكس هو اندكس 3، يعني من بعد اندكس 2 الاس دي بتبقى هي اللي في اندكس 3. حلو كده. وبعد كده بكمل عادي. ادي البي ماشي، وادي البي. بس كده. تعالى الرن. ادي اتش بي، بي اس بي بي. حلو. تعال نشوف سؤال 37. سؤال 37. سؤال 37 بيقول لك ايه string اسمها str اي بي سي دي اي. حلو. str دوت ايه دوت insert. ماشي. بداية من اندكس 2، يعني بعد اندكس 1. حلو. بعد اندكس 1 يعني بعد البي. هيعمل ايه بعد البي؟ هيضيف 2 بي. ادي بي وادي بي. حلو. تعالى نعملها كده ايه كومنت. ادي ايه وادي بي وادي بي وادي بي. كام بي؟ ادي ايه وهيضيف 2 بي من بعد اندكس كام؟ من بعد اندكس 2. حلو. من بعد اندكس 1. من بعد اندكس 1 هيضيف ايه 2 بي. اهي البي دي اندكس 1 اهي. بعدها هيضيف 2 بي، فضفنا ال 2 بي. زي الفل. كمل بقى. اللي هو السي والدي والاي. على الرن. A 3 بي سي دي اي. A 3 بي سي دي اي. طب فل. خش على اللي بعد. سؤال 38 بيقول لك ايه؟ بيقول لك string abcde. حلو. str دوت ات str دوت لينس ناقص واحد. هات لي العنصر الأخير من الآخر. هات لي الحرف الأخير، الكاركتر الأخير، اللي هو الإيه؟ الإي. عن كده جاب لك الإي أهو يا عم. لأن هو بيعد عدد الحروف. ماشي. أدي 1 2 3 4 5. فبيعد عدد الحروف بيلاقيها 5. ماشي. 5 ناقص واحد 4. شوف لي إندكس 4. أدي 0 1 2 3 4. لو بصيت هتلاقي اندكس 4 هو الايه الاي. ماشي. واللينس هتجيب لك العدد عادي كأنك بتعد عادي 1 2 3. تمام. انما جوه الاد انت بتحط الاندكس، فبتنقص الايه العدد بتاعك ناقص واحد عشان انت بتجيب من الاندكس، فبتبدأ بدايتك من 0. ركز في الحتة دي. الحاجات دي اللي بتوقع يا جماعة والله. ده كده سؤال 38. تعال نشوف سؤال 39. سؤال 39 عامل string str1 hello world. ماشي. string str2 وسايبها فاضية. قال لك see out str1 dot empty. هي هل بص بالبلدي كده، هل str1 فاضية؟ لا مش فاضية. لو فاضية يبقى كلامك صح يعني true، يعني رجع لي واحد. طب مش فاضية يبقى كلامك غلط يعني false، يعني رجع لي زيرو. يخش على ايه على التانية. str2 ماشي دوت empty. يعني هل str2 فاضية؟ str2 فاضية، يعني رجع لي ايه؟ يعني كلامك صح، يعني رجع لي true اللي هو واحد. قال لك str2 بتساوي str1. ماشي. يعني str2 بقت بتساوي نفس قيمة str1 اللي هي ايه hello world. تمام. اطبع لي ايه؟ اطبع لي str2. اطبع يا عم. فيطبع صفر واحد hello world.
تعالى كده نشوف الأسئلة دي. أول سؤال معانا، آه عندي دلوقتي string str ماشي، بس array of character بقى، يعني هو عاملها هنا ايه array of character، فما فيش مشكلة. حلو، عاملها array of character اسمها char، وحاطط لي فيها ايه، المفروض فيها 5 عناصر، وقال لي انا عايز ال A وال B وال C، حط فيها A و B و C. طيب ايه المشكلة عندك؟ ما عنديش اي مشكلة. C out str في الاتنين، ادي 0 1 2، فهيطبع ال C. تمام. C out str هيطبع ال A، هيطبع كله ال A وال B وال C. تعال run. طبع ايه؟ طبع C اول مرة، بعد كده طبع ال A وال B وال C. لو عايز تشوفهم عدل، تعال نعمل هنا end line، فطبع ال C اهو، بعد كده ال A وال B وال C زي الفل. تعال نشوف سؤال ايه 43. سؤال 43، عندي string str اسمها ايه programming. تعال نشوف كده كام حرف، لو عديت كده هتلاقي 11 حرف. ماشي. سي اوت str دوت ات اوف الاتنين. ماشي. تعال نشوف. زيرو، البي هي ايه واخدة زيرو، الار واخدة واحد، الاو واخدة اندكس كام، واخدة اندكس 2. فأول مرة خالص هيطبع الايه، الاو. حلو. بعد كده str اوف الخمسة، خمسة، يبقى البي واخدة زيرو، الار واخدة واحد، الاو واخدة ايه، اتنين، الجي واخدة تلاتة، الار واخدة أربعة، الاي واخدة ايه، الاي واخدة خمسة. طيب اللي بعديها بيقول لك ايه، عايز اللي واخدة سبعة. اللي واخدة سبعة اللي هي الام، يبقى بعد الاو ايه، بعد الاي ام. حلو. ايه تاني؟ قال لك عايز str دوت ات str دوت لينس. هو كده حاطط فانكشن جوه فانكشن، الفانكشن اللي جوه هتجيب لك ايه، هتجيب لك اخر حرف اللي هي str دوت لينس ناقص واحد، تجيب لك اخر حرف اللي هو الجي. تمام. فهتجيب الايه، هتجيب الجي، بس كده يعني. هتجيب لك اللينس كله كام، قلنا اللينس كله 11. فهو عايز ايه، العنصر اللي الاندكس بتاعه 10، اللي هو اخر عنصر، اللي عايز الجي اخر الكاركتر اللي الاندكس بتاعه 10. ماشي. يبقى الكاركتر اللي الاندكس بتاعه 10 اللي هو الجي. حلو. فكده هيطبع لي او اي ام جي، او اي ام جي. طب زي الفل. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سبسترينج. قلنا سبسترينج بتعمل ايه؟ سبسترينج بتقص. هتقص لي من اول فين لفين؟ هقول لك يا عم. هتقص بداية من اندكس 3، هتقص لي كام ايه، هتقص لي 7 عناصر، سبع حاجات من اول اندكس كام، من اول اندكس 3. ادي 0 1 2 3. ماشي. ف3 معانا، دي 0 1 2 من اول يو، هتقص كام، 7. ادي يو ال تي واي، ادي كده 4، السبيس 5، الاو 6، الاف 7. ماشي. يبقى هي دي اللي احنا هنقصها. تعالى نحطها كده ايه في كومنت. حلو. بعد كده بيقول لك قص لي من اول اندكس 1 8 عناصر. تعالى نقص من اول اندكس 1، من اول الاي. ماشي. ادي A، ماشي A وC وU، ادي 3، L وT وY ادي 4، السبيس 5، الأو 6، الإف 7، السبيس اللي بعدها 8. حلو. يعني المفروض كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. المفروض هيقص كام؟ هيقص من أول واحد. ماشي. ادي 1 2 3 4 5 6، السبيس 7، الأو إيه 8. أشيل الإف دي، الإف دي زيادة. عدينا ازاي كده في الأول؟ تعال رن كده أهو يا عم زي ما قلنا. الأولانية يو ال تي واي، وبعد كده سبيس وبعد كده أوف، والتانية اي يو اي سي يو ال تي واي، بعد كده سبيس بعد كده الأو. تعال نخش على السؤال اللي بعده.
بيقول لك str دوت سايز. تعالى نعد، ادي 1 2 3 4 5. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده السبيس 9 10 11 12 13 14 15 16. تعالى نشوف كلامنا صح ولا غلط. ادي 16 اهو يا عم. تعالى نشوف سؤال 46. سؤال 46 عايز الايه؟ عايز الساينس. شوفها كام حرف. ادي واحد، ماشي، 1 2 3 4 5 6 7. هيقول لك ان هم 7. خلص الموضوع. اسئلة عبيطة يعني. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عامل لي سترينج اسمها str1 وسترينج تانية str2. ويقول لك اطبع لي ايه str1. لما تضيف على ال str1 str2. قال لك str1 بلس ايكوال str2. يعني ضيف لي على ال str1 str2. هي فاكولتي اوف وبعد كده ايه في سبيس. بعد كده ايه str2 فيها ايه ساينس. هيجمع الساينس على فاكولتي اوف فاكولتي اوف ساينس. شكرا. تعال نشوف سؤال 48. سؤال 48 عامل لك برضو str1 فيها كمبيوتر و str2 فيها ايه ساينس. فبيسألك هل str1 فاضية؟ هتقول له لا. هتديله ايه صفر اللي هي فولس. ماشي. لو فاضية بتقول له true. تمام. بس هي مش فاضية فيبقى فولس. str2 فاضية؟ لا مش فاضية ففولس. 0 0. ادي 0 0. بص هو ده سؤال فانكشن، معرفش ايه اللي جابه هنا بس انا نحله مش خسرانين حاجة. عندي فانكشن ماشي. خش على الانت مين. لقيته بينادي على فانكشن وبعت لها 3 و2. ماشي ده كده ايه كسر. وبعت لها 5. حلو. 3 و2 و5. الفانكشن بنفس الاسم فاحنا كده في الاوفرلودنج. الريتيرن تايب واحد. دخلت جوه الاختلاف في ايه في نوع البارامتر. ادي انت وانت. تحت ايه انت ودبل. قلنا في الفانكشن الاوفرلودنج الاختلاف بيكون يا اما في عدد البارامتر يا اما في نوع البارامتر. تمام. فهنا الاختلاف في نوع البارامتر. تمام. فبعت له 3 و2 و5 فيروح لأني يروح للفانكشن التاني. فيقوم طابع لي 3 و2. 3 و2. ويقوم طابع لي بعديها الكام؟ طبع لي بعديها ال5. طب بعت له 8 و4 عددين انتجر. يقسم ال8 على ال4 ويطلع لي 2. تعال رن. اه ماشي اللي فوق لسه شغال. ادي اللي فوق. تعال رن. يطلع لي 2. 3 ونص. 3 ونص 5 2. ليه؟ لأن هو بيمشي سطر سطر. فأول حاجة إيه؟ هيروح للفانكشن التانية. هتقول لي لا المفروض يروح للفانكشن الأولى عشان الترتيب والكلام ده. لا ملكش علاقة. هو خلاص دخل. لقيته باعت كسر وإيه وعدد صحيح فبيروح للفانكشن الإيه التانية. قام طابع لك 3 و2 و5. راح للفانكشن الأولى. قام طابع لك منها الكام الاتنين. بس كده. تعالى كده يا باشا نشوف السؤال ده. السؤال ده بيعمل ايه؟ عندي فانكشن مربوطة بسترينج والكلام ده كله. حلو. السترينج اسمها ايه؟ هلو وورلد. تمام. قال لك البي او اس ماشي بتساوي فانكشن اس تي ار. حلو. فهو كده بينادي على الفانكشن وهيخزنها في متغير اسمه بي او اس. حلو. دخلت جوه الفانكشن لقيت مبعوت لها السترينج اللي هي السترينج اس. قال لك البي بتساوي -1. قيمة ابتدائية متخسرش. الواي بتساوي ايه؟ 0. هل الزيرو أصغر من الاس دوت لينس؟ تعال نشوف الاس دوت لينس. ادي 1 2 3 4 5 وادي سبيس 6 7 8 9 10 11. اللينس بتاعتي بكام؟ ب11. طب زي الفل. هل الصفر أصغر من 11؟ لو الصفر أصغر من 11 خش اللوب. الصفر أصغر من 11. خليلي الجي بتساوي صفر. بتساوي الاي اللي هي بصفر زائد الواحد. 0 بلس 1 بكام؟ بواحد. هل الواحد أصغر من 11؟ الواحد أصغر من 11. ساعتها خش جوه. قيس ال قيس ال
اس اوف الاي ايكوال اس اوف الجي. هل الاس اوف الاي ايكوال اس اوف الجي؟ تعال نشوف الاس اوف الاي بكام. يعني اس اوف الزيرو. كده هو يعمل ايه؟ يشوف اس اوف الزيرو ماشي بيساوي اس اوف الواحد. هو هيعمل ايه؟ هو بيقعد يقارن كل عنصر باللي بعده كده. حلو. اس اوف الزيرو اللي هي الاتش، هل الاتش ايكوال اي؟ لو ايكوال اي خليه البي بتساوي الاي وخلاص بريك. ماشي. هو بيعمل الكلام ده ليه؟ هو عايز يشوف لو في فعلا حرف متكرر بيقف. تمام. طيب لو الاس اس اوف الاي لا تساوي اس اوف الجي، ساعتها بيعمل ايه؟ بيروح يزود الجي واحد. حلو. فالجي تبقى بكام؟ الجي تبقى بصفر زائد اتنين. فيلاقي لما تبقى بصفر زائد اتنين ماشي، تبقى بصفر زائد اتنين، هيقعد يلف هيلاقي الجي بقت بكام؟ بقت باتنين. يروح يجيب اندكس اوف الاتنين، ادي زيرو واحد اتنين، هيلاقيها بال. ماشي. لما يلاقيها بال ال ما بتساويش ال H، مش هيعمل أي حاجة. امتى بقى يتساووا؟ امتى بقى يتساووا؟ لما ال I تبقى بكام؟ لما ال I تبقى بزيرو ماشي واحد اتنين. لما ال I تبقى باتنين ماشي، ساعتها الجي تبقى بكام؟ والجي تكون زيرو واحد اتنين تلاتة، والجي تكون بتلاتة. ده كده انت بتجيبها بالمخ. ماشي. لما الاي تكون باتنين والجي بتكون بتلاتة. لما الاي تبقى باتنين ساعتها هيجي يجيب اس اوف الاي، يعني اس اوف الاتنين. اس اوف الاتنين اللي هي ال. حلو. واس اوف التلاتة ادي زيرو واحد اتنين تلاتة. هو بيزود على الاي واحد، فاتنين زائد واحد تلاتة. فاس اوف التلاتة ال. لما يلاقي الاتنين بقت ايه؟ اس اوف الاتنين واس اوف التلاتة، ساعتها يعمل ايه؟ يخلي البي بتساوي الاي، يعني هيخلي البي بتساوي الاتنين. ماشي. وبعد كده يقفل اللوب. حلو. انت بتقول له اقفل البص ايكوال سالب واحد، قول لي نو سينك. طب else هيقول لك سي اوت اس تي ار وفي البص، يعني اوف الاتنين. اس تي ار اوف الاتنين. ماشي. تعالى نشوف اس تي ار اوف الاتنين زيرو واحد اتنين، فهيبعت لك الايه ال. فهمت حاجة؟ بدل ما نلف في اللوب دي كلها، احنا شفنا واحنا عرفنا اللوب بتعمل ايه. قلت لك اللوب بتشوف الحرف المتكرر. تعالى نمسح كده تاني بالراحة. اللوب بتاعتي بتشوف لي الحرف المتكرر. طب فين الحرف المتكرر؟ ال. ماشي. لو قعدنا نقارن ال H فمش هنلاقيها متكررة خالص. طب لو قعدنا نقارن ال E مش هنلاقيها متكررة خالص. ماشي. لو قعدنا نقارن ال L هتلاقيها متكررة. هتلاقي إن ال L بتاعتك متكررة. حلو. فال L متكررة. شوف ال I بكام؟ أدي زيرو واحد اتنين. ال I لما تكون باتنين ساعتها ال I بره اهي باتنين. هل الاتنين أصغر من 11؟ اه. بيخش جوه. الجي بتساوي ايه؟ اتنين زائد واحد يعني تلاتة. الجي ساعتها بتلاتة. اتنين زائد واحد بتلاتة. طب زي الفل. تلاتة. اس اوف الاتنين هل بتساوي اس اوف التلاتة؟ اه. اس اوف الاتنين بتساوي اس اوف التلاتة. طيب طالما اس اوف الاتنين بتساوي ايكوال اس اوف التلاتة، يعني ال بتساوي ال، ساعتها خلي البي بتساوي الاي، يعني هتخلي البي بتساوي الاتنين. ماشي. وبعد ما البي تساوي الاتنين اعمل لي بريك. شكرا. اقفل اللوب على كده. ماشي. هيقفل اللوب ويقوم ايه؟ يقوم مرجع لي البي. هيرجع لي البي. ماشي. لما يرجع لي البي، البي هتتخزن في أي متغير اللي اسمه بص. ماشي. بعد كده اقفل بص ايكوال سالب واحد، هيقول لك نو سينك. لا هي مش سالب واحد، هي باتنين. طيب else سي اوت اس تي ار وفي البص اس تي ار اوف الاتنين. فاس تي ار اوف الاتنين ادي زيرو واحد اتنين، يديك ال. يبقى الناتج في الآخر الأوتبوت بتاعك حرف ال. شكرا. بص كده معايا نجمع الكود ده. الكود ده بيعمل ايه؟ الكود ده عندي string. ماشي. A B C D E. ماشي. وعندي function، بنادي على الفانكشن وببعت لها السترنج، وببعت لها الايه؟ السايز بتاع السترنج اس دوت سايز. حلو أوي. function 2. هنروح لفانكشن 2 واخدة مني السترنج، واخدة مني السايز اللي هو كام؟
ادي 1 2 3 4 5، واخدة مني السايز واخدة مني 5. قالك الاي بتساوي كام؟ الاي بتساوي 0. حلو. هل الجي بتساوي كام؟ الجي بتساوي n ماينس 1، يعني 5 ماينس 1 يديك كام؟ 4. هل الزيرو أصغر من الأربعة؟ ساعتها بعتلي اس اوف الاي. ماشي، أول حاجة بيشوفها الاي، اس اوف الاي واس اوف الجي. حلو. يعني اس اوف الزيرو واس اوف الأربعة، وخليلي الاي تبقى بواحد، وقلل لي الجي واحد تبقى الجي بتلاتة. تعال نشوف اس اوف الزيرو بكام؟ بإيه؟ اس اوف الزيرو بإيه؟ حلو. فهيتبعت هنا ايه؟ وهتتبعت للفانكشن اللي فوق، هو بينادي على الفانكشن اللي فوق بيبعت لها قيمتين اللي هي الايه، ويبعت لها الاس اوف الايه، الجي. الجي بكام؟ بأربعة. هنا اس اوف الايه، اس اوف الأربعة. فادي 0 1 2 3 4، هيبعت لها الايه والاي. حلو. الايه والاي كل اللي هيحصل ايه؟ هيحصل سواب، كود سواب عادي، فالأماكن بتاعتهم بتتغير، فتبقى هنا الاي وهنا الايه. طب وهيعمل ايه تاني؟ بعد كده يقوم جاي الصفر أصغر من التلاتة أو الصفر أصغر من التلاتة، فيروح باعت اس، بقى مبقتش صفر بقى، بقت بواحد. الواحد أصغر من التلاتة فيقوم باعت اس أوف الواحد وإيه، واس أوف التلاتة. تعالى نشوف اس أوف الواحد بكام؟ البي. ماشي. فهو هيبعت هنا تاني مرة البي. ماشي. وهيبعت الإيه، وهيبعت أدي 0 1 2 3، ويبعت الدي. ماشي. كل اللي هيحصل إيه؟ هيحصل سواب، تبقى دي وإيه، وهنا البي. طب زي الفل. هو احنا لما بعتنا 1 و3 المفروض كنا رحنا زودنا الاي بقت ب2، وهنا الجي بقت ب2، فخلاص كده بقت ب2 و2، فمفيش حاجة أصغر من حاجة، فاللوب إيه مشتغلتش. حلو. بعد كده قالك سي أوت الإس. فأنت لما تيجي تطبع الإس هتطبع إيه؟ تطبع إيه؟ تطبع البتاعة زي ما هي. ليه؟ لأن دي كل إيه؟ كل باي فاليو، يعني أي تغيير حصل هنا ما أثرش تحت. أي تغيير حصل في كل باي فاليو مش هيأثر تحت. هو بالنسبة له سترينج الاس بإيه؟ اي بي سي دي اي. حلو. فسي اوت الاس اي بي سي دي اي، دوت اللي هو عمله اهو. تمام. طب امتى بقى يأثر؟ لو جيت قبل السترينج الاس هنا انت عامل ايه؟ ريفرنس. ساعتها كانت الاي هتروح مكان الاي، فبالنسبة لك أول حاجة الاي وآخر حاجة الاي. تاني حاجة الدي، واللي قبل الأخير البي، والسي زي ما هي في النص. امتى الكلام ده؟ لو في اند قبل السترينج، قبل الاس اهي. حلو. ساعتها كان الايه الكود اشتغل. انما هو مش حاطط لك اند، هو مش حاطط لك الاند دي، فساعتها انت بتتعامل ايه؟ بتتعامل ان هي كول باي فاليو. فكل الهري اللي انت عملته ده ما كانش ليه لازمه من الاول. تمام. بس انا عملته عشان اوريك، يعني انا عملته عشان اوريك بس الكود ده كده. اخر حاجه في السترينج. يا رب اكون خفيف عليكم. وبس كده، ولو في حد عنده اي سؤال او اي حاجه يبعت لي ومع بعضينا يعني عادي.